ادي النتيجة اللي احنا طلعنا بيها، نتيجة كويسة جدا. كيكاية واحدة في 3 كيكات. تعالوا مع بعض نشوفوا مقادير الكيكاية الواحدة دي اللي في 3 كيكات عبارة عن ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. معاكم اسرار المطبخ مع نورة بطعم زمان. شكرا على حبايبي كلهم اللي سألوا عليا، اللي انا مش بنزل فيديوهات باستمرار، انا بس عشان عندي اولادي الايام دي امتحانات وكده. ربنا ينجح جميع اولادنا يا رب، امين يا رب العالمين. والنهارده مع بعض كده هنعملوا كيكه سهله وبسيطه جدا. هنعملوا كيكايه ب3 كيكات، يعني هنعملوا كيكايه واحده ب3 كيكات. يعني اللي حابب ياكل شوكولاته ياكل، اللي حابب ياكل مشكل ياكل، اللي حابب ياكل ابيض ياكل. هي طريقتها سهله وبسيطه جدا، ويلا مع بعض نشوف المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الاول اهي كيكه الفانيليا. معايا كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه زيت، بيضتين، باكم بيكنج باودر، ومعايا قشر برتقال، ومعايا 2.5 كوباية دقيق. تمام كده بتاعت الفانيليا. كده كيكه الشوكولاته، الفانيليا ديت طبعا للاتنين، وديت معايا كوبايه زيت، معايا كوبايه سكر، معايا كوبايه لبن، 3 كوبايات كبار كاكاو شوكولاته، وباكم بيكنج باودر، وبيضتين بردك، ومعانا الملح. بس الشوكولاته دي بتبقى 2 كوباية دقيق بس، عشان احنا معانا ايه الكاكاو الخام زي ما قلت لكم. يلا مع بعض بقى ايه نشتغلوا الاول في دي ونشوفوا ايه المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنحط اللبن، نحط الزيت، كله بالمج بتاع المطبخ بتاع الشاي العادي اهو كده، وقشر البرتقال، ودي بيضه. بسم الله. نحط الفانيليا، هنضربوها بقى في الخلاط كده ايه مع بعض. حطوا بقى رشه ملح كده، وبيكنج باودر. الدقيق ده منخول، دول 2.5 كوباية دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنقلب بقى كده، نودي الكفه كلها مع بعضيها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل الخليط شويه بشويه كده. انا مش عايزه اشتغل بالمضرب دلوقتي، لحد بس الدقيق ايه كله ما يشرب الخليط. كده بقى ايه ابتدي اشتغل بالمضرب الطلعه دي. اهو يا حبايبنا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله اهي مقاديرها مظبوطه جدا اهي. خلاص دي بقى نركنها ونبتدي بقى نشتغل ايه اللي بالشوكولاته. كوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه لبن، 3 معالق كبار كاكاو خام، وبيضتين،
كده نحط الفانيليا، هنضربه بقى كل السوائل دي مع بعضيها كده. بسم الله. هنحط بردك رشه الملح والبيكنج باودر، هنصب بردك الخليط واحده واحده كده. دول كوبايتين دقيق يا حبايبنا، عشان انا حاطه هنا كاكاو بالشكل ده كده. هاتي حبه حبه. بصي يا حبايبنا، انا دهنت الصينيه زيت بس، ما حطيتش دقيق ولا حطيت اي حاجه. بصوا الاتنين لازم يتفضوا الاتنين في وقت واحد كده بالشكل ده. اهو يا حبايبنا، انتي لازم تفضيهم الاتنين في وقت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو انتي كده بتعملي ايه؟ 3 انواع كيكه، مش نوع واحد بس. بالشكل ده كده. طبعا الفرن شغال على درجة حرارة 180 كده. بس كده هندخلها بقى الفرن، وان شاء الله بعد ما تطلع هوريها لكم باذن الله. اهو يا حبايبنا، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الكيكه طلعت تحفه. طبعا انت مش بتطلعها من الفرن اول ما الفرن يخلص الكيكه، بتفتحي الفرن بتسيبي الفرن مفتوح بتاع 10 دقايق كده، ما تطلعهاش على طول عشان ما تهبطش منك، عشان ما يبقاش الفرن سخن وبره طبعا بيبقى جو ساقع. سيبيها شويه في الفرن وتبقي فاتحه باب الفرن اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهي. انت عملتي كيكايه واحده ورضيتي الكل ب3 كيكات بالشكل ده كده. طبعا لسه سخنه. هنكمل تقطيعها وهوريها لكم حبايبنا. بصوا ما شاء الله عليها، بصوا بصوا عامله ازاي، بصوا الارتفاع بتاعها ما شاء الله. بصوا اهي بصوا بصوا جنب ابيض وجنب شوكولاته اهو، ودي شوكولاته. بصوا الارتفاع بتاعها عامل ازاي ما شاء الله عليها. ودي بردك اهي شوكولاته وابيض اهي. كيكايه واحده عملت 3 اشكال زي ما انتم شايفين الشكل اهو ما شاء الله على الارتفاع بتاعها، جميل جدا اهو بالشكل ده. ان شاء الله باذن الله جربوا الوصفه دي وتعجبكم، وعلى المقادير دي باذن الله
بتعجبكم، ويا ريت ما تنسوش السبسكرايب واللايك وكومنت حلو كده منكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.